ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هقول لكم عن كل حاجه انا بعملها في مرحله المونتاج. بس قبل ما نبدا الفيديو عايزه اقول لك ان في مراحل قبل المونتاج وكمان بعد المونتاج في انتاج الفيديو، فلو انت مش عارفهم او عايز تعرفهم انا عملت فيديو بيتكلم فيه عن المراحل اللي انا بعدي بيها وانا بعمل الفيديو، واسم الفيديو هو سر الطبخ، وهتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس او هتلاقيه في الاي اللي فوق دي. المهم قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدا. اول خطوه التقطيع. اول خطوه في المونتاج وهي انك تشيل الكلام اللي بتسكت فيه او اي اجزاء انت مش عايزها ان هي تبقى في الفيديو بتاعك. وكمان لازم تركز وانت بتقطع الفيديو بتاعك عشان ما تشيلش جزء انت عايزه يكون في الفيديو، ودي مشكله حصلت معايا كتير قوي ولسه بتحصل. طب ازاي تعمل كات على كاب كات للكلام اللي انت مش عايزه؟ عشان تعرف انك تعمل كات على كاب كات، اول حاجه هتجيب الفيديو اللي انت عايزه، مثلا الفيديو ده اللي هيكون معانا، وانا مثلا عايزه اشيل من النقطه الف اللي هي هنا لحد النقطه باء اللي هي هنا، فانا هروح عند نقطه الف وهعمل سبليت اللي هي دي، او اختصارها عندك في الكيبورد كنترول بي. تمام. وبعديها هنروح عند النقطه باء وهنعمل سبليت او ديليت ليفت، ان احنا نشيل كل حاجه في الشمال. لو احنا عايزين نشيل الكلام اللي من نقطه الف لنقطه باء هندوس على سبليت ليفت، لو عايز العكس فهدوس على سبليت او ديليت رايت. فانا من الشمال عادي فهدوس ديليت ليفت، وبكده يكون اتشال معاك الجزء اللي انت عايزه وبكل سهوله. طب عشان بقى ان انت تختصر وقت المونتاج للنص حرفيا، ودي حاجه بتساعدني جدا وانا بعمل التقطيع بتاع فيديوهاتي، هتروح عند شورت كات وبعديها هتدوس على أو أقرب الزراير ليك وانت على الكيبورد. يعني أنا دايما الكيبورد عندي في اللي هي الحتة بتاعة الأرقام، فأنا هدوس مثلا على السبليت العادي اللي هو هدوس رقم 0، الديليت ليفت هدوس رقم 1، تمام، الديليت رايت هدوس رقم 3، تمام. بعديها هعمل سيف، وأقدر إن أنا كده بكل سهولة إن أنا أعمل قط بسرعة، ويعني اختصرت وقت المونتاج للنص. تاني خطوة الفيديوهات التوضيحية. بعد لما خلصت التقطيع ببدأ ان انا احط فيديوهات توضيحية، يعني مثلا انا بتكلم عن ملخص كتاب، فلما اجي اقول كتب او اتكلم عنه حتى بضيف الفيديو ده، وهكذا على الحاجات اللي انا عايز اخلي اللي بيتفرج على الفيديو يركز عليها. وكمان عشان افصل الكادر بدل ما انا طول الفيديو بس بتكلم من غير اي اضافات تخلي المشاهد يطلع بره مود الفيديو، وكمان عشان اجذب انتباهه ان هو يكمل الفيديو. تالت خطوة التكست. بعد كده ببدأ ان انا احط التكست في الاجزاء المهمة في الفيديو، وبستخدم افكت الكتابة ده عشان اظهره بالشكل اللي انت بتشوفه، وده الافكت اللي انا بستخدمه دايما واسمه تايب رايتر. بجد ده من افضل الافكتات اللي انا بستخدمه على الكتابة بتاعتي في اي فيديو عندي على القناة. ازاي انك تعمل افكت الكتابة اللي انا بعمله على فيديوهاتي؟ بص، اول حاجة هتخش على تكست وبعديها هتجيب ديفولت وهتحطها عندك في الفيديو، بعد كده تكتب فيه اللي انت عايزه. تمام، انا هكتب كلمة مثلا الخط، والخط اللي انا بستخدمه دايما هو الخط ده، كبر شوية. بعد كده هتروح على كلمة انيميشن، بعديها هتنزل تحت لحد تايب رايتر، وبرضو في نفس الحوار على كلمة اوت هتدوس على تايب رايتر. انا بستخدم الساوند افكت ده اللي هو تايبنج ساوند، هنحطه اولا عشان ناخد الصوت بس. هتدوس كليك يمين لو انت على لابتوب، وهتدوس على اكستراكت اوديو، وبعديها هتشيل الفيديو. تمام، اولا شيل الجزء الفاضي، وهتروح بقى هنا لحد ما التكست بيوقف كتابة وهتشيل، هتعمل كنترول سي عشان تاخدها كوبي، وهتدوس كنترول في عشان تاخدها بيست. كده يكون اتعمل معاك الانيميشن اللي انا بستخدمه على التكست بتاعي. رابع خطوة الاوفرليز حاجة بتضيف كتير قوي للفيديو بتاعك، زي مثلا الاولد فيلم اوفرلاي او الفاير اوفرلاي، وصدقني استخدمها وهتلاقي ان هي فعلا ضافت للفيديو بتاعك. انت تحط اوفرلاي على فيديوهاتك، فاول حاجة هتعمل امبورت للفيديوهات للفيديو اللي انت عايزه، وبعديها تجيب الاوفرلاي. انا عامل اصلا فولدر خاص بكل بالاوفرلايز بتاعتي وكل حاجة عليه، ده الفولدر بتاع قناة اليوتيوب انا مخصصه ليه،
يعني مخصص الفولدر ده لقناة اليوتيوب بس عشان اقدر ان انا انظم الدنيا وعملية انتاج الفيديو تبقى اسرع. بعديها هتختار الاوفرلاي اللي انت عايزه، ده الاولد فيلم اوفرلاي اللي انا قلتلك عليه، وهتحطه في الجزء اللي انت عايزه. تمام. عشان تقدر بقى ان انت تشيل الشاشة السوداء دي عشان الفيديو بتاعك يظهر، اول حاجة لو انت على اللاب هتدخل على كلمة بلند وبعديها تدوس على نورمال دي وتخليها سكرين، وبكده انت تكون عندك اتحطت الاوفرلاي اللي انت محتاجها بكل سهولة. لكن اكيد ما تحطهاش طول الفيديو، لا، انت ممكن ان انت تحطها في اول الفيديو او في اخر الفيديو، لكن لو طول الفيديو مش هتكون احسن حاجه من وجهه نظري. ولو انت عايز تعرف ازاي انا بجيب الاوفرلاي بتاعتي، فممكن ان انت تدور على يوتيوب وتكتب اولد فيلم اوفرلاي او فاير اوفرلاي على حسب الاوفرلاي اللي انت عايزها. خامس خطوه ساوند افكتس. خامس خطوة واهم خطوة، وممكن ان هي تبقى اهم اضافة فعلا لو انت استغلتها كويس، وهي المؤثرات الصوتية. والمؤثرات الصوتية دي هي الصوت اللي انت بتضيفه وقت ظهور حاجة او وقت انتقال معين زي الانتقال ده، او حتى ظهور الكتابة زي الصوت ده اللي هو بتاع التايب رايتر، وحاجات تانية كتير جدا انا بستخدمها زي الجلitch والبوب، ودي كلها اسماء ساوند افكتس انا اللي بستخدمها اكتر حاجه. طب ازاي اجيب المؤثرات الصوتيه بتاعتي؟ بص، اسهل طريقه انك تدور على اليوتيوب، وغير كده فانا عندي فايل كامل بيضم اهم المؤثرات الصوتيه اللي انا بستخدمها في فيديوهاتي، وهحط لك لينك تحميله تحت في الديسكريبشن بوكس عشان لو احتجته في فيديوهات. اخر خطوه الاضافات. بعد لما خلصت كل مراحل مونتاجي ببدأ ان انا احط الاضافات بتاعتي. يعني ايه هي الاضافات بتاعتي؟ يعني مثلا ان انا احط الانترو والاوترو، وبرده حاجات تانية كتير انا بحطها. يعني مثلا وقت ان انا اتكلم عن كتاب او ان انا اتكلم عن شخصية معينة، ممكن ان انا اضيف صورة للشخصية دي، وحاجات بقى دي من التاتش بتاعي، يعني مش واخدها من يوتيوبر معين. بس كده كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وبس كده، سلام.